السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة 29 من مسلسل إلى ذاك الحال. عافاكم اخوتي، ما تنساوش تشتركوا عندنا في القناة. يانا علي، الله يرحم لكم والدين، الله يسر امركم ويفرحكم يا ربي. اما بالنسبة لعبد العالي فراه غادا تزيرو غزالي وغادي تبدا تقول ليه اعطيني الفلوس ولا غادي ندفع هذا الشيء هذا للبوليس. الفيديوهات والشهود ديال الناس اللي خدامين هنايا بلي راك انت اللي سرقتي لي فلوسي. فغادي نشوفوا بانه عبد العالي غادي تضيق به وغادي يمشي غادي يقولها النعمة، يقول لها ها اللي كاين ها اللي كاين راه الفلوس باش عتقتك راه كتهددني بهم غزالي. غادي تقول لي علاش غزالي، غيقول لها كلشي، غيعاود لها الحقيقة. فانا فين غادي نشوفوا بانه النعمه دوك الفليسات اللي كانت خداتهم ديال فرح اللي كانت باغا تقوم بها من بعد ما ماتت فرح. دوك الفليسات راه بقاو في الدار، يعني راه كتابوا ليها وكانت باغا انها تقاد بهم الوضعيه ديالها وتحاول انها تعاود ترجع، يعني تبدا في النقطه اللي كملت، يا ربي تكمل في النقطة اللي كانت بدات فيها. حيت بصح عبد الغفور خرج عليها خلاها بلا ريال لا جوج، وزيد عليها مدة ما بقاتش تعاملات مع الناس اللي كانوا كيقلبوا لي على خدامين اللي تعطيهم العيالات وداك الشيء. فدابا غتبدا تعاود من الاول وكانت دايره دوك الفليسات تبدا بهم في هاد الدرجة هادي. في ساعة ما كتبش غادي دوك تشد دوك الفليسات وغادي تعطيهم لعبد العالي يخلص بهم مدام غزالي. وبالفعل من بعد ما غادي تفك من هذا المشكل هذا غادي يشكر نعمة بزاف على هادشي اللي دارت. وبشويه بشويه غنشوفوا بانه بصح نعمه غادي تكون على علاقه جديه مع عبد العالي، حيت بصح هو اللي يستاهلها وهو اللي كيعرف قيمتها. فرشيده ما غاديش تكون اصلا معارضاهم. علاش؟ حيت بصح ملي كانت نعمه طايحه في هذا المشكل راه عبد العالي بغى يتسطى وبقى واقف معاها رجليها على رجليه حتى لقاو الحل وخرجات نعمه. فهنا فين غنشوفوا انه رشيده ديك المره كانت لقات المشكل باش ما يكونوش مع بعضياتهم، ولكن دابا غادي يكونوا بجوج، حيت بصح حتى رشيدة عاجبها عبد العالي. فمازال غنكتشفوا من بعد مدة بأنه كاينة واحد الحاجة اللي مخليه أصلا هادشي كامل مرون، وهو كريم. كريم ما غاديش يرضى وما غاديش يتخيل أن مرته ماتت ليه. حيت هو كيعتبر فرح راه مرته، كيعتبر داك الوليد اللي في الكرش ديال فرح راه ولده. بدا كيهرب ليه، بدا كيحماق. فهنايا غادي يبقى يجي كل مره لديك الدار، غيبدا يدوي مع النعمه. غادي نشوفوا بانه النعمه عارفه بلي داك السيد فين ما كيجي كيكونوا المشاكل، واخا كاع تبغي تسيس معاه راه غيكونوا المشاكل. فغنشوفوا بلي نعمه غتكبر القضيه لدرجه غيجيو البوليس، لدرجه غادي يجيو والديه يعني والدين كريم، ويكتشفوا بانه بصح ولدهم راه حماق. من بعد ما توفات عفاف ومات مولاي احمد، السيد راه بدا كيتسطى وبالفعل غادي يديوه لمستشفى الامراض العقليه. سليم بطبيعة الحال راه كاين في السجن و متردد انه واش يقرا ديك البرية ولا لا. ولكن واحد الوقيته غيحس براسو انه تأزم وظلم فرح بزاف، داكشي علاش غادي يبغي انه يتاكد من البرية على اساس انه داك الولد ماشي ولده باش يرتاح وهنا خاطره. ولكن غادي يلقى الصدمة اللي هي داك الوليد راه ولده، وباللي فرح ما دار حتى شي حاجه مع كريم. بالعكس كريم اللي مسطي، وسليم قال ليه لا انت ما كتعرفش. حيت سليم كان عليه تيق مرته، ما يخلي حتى شي طرف ثالث يدخل بين علاقتهم. حيت فرح ما دازش حياتها ترونكيل، بالعكس كان عندها ماضي اللي مؤلم، وداك الماضي المؤلم ما غاديش يخليوها المحيط ديالها انها تعيش حياة زوينه. ومع سليم ما نكروش بانه بصح عاشوا فترات زوينين في حياتهم في الاول، ولكن غير تكشف السر ديال سليم بانه عنده العجز وهو منوي كما تنقولوا. ولكن ما تيقش في راسو صافي، ولا عارف بلي مرتو عارفه مرضو صافي. ولات اي معيوره واخا كتجيها من الفم كيردها بلي راه السيده قاصده بها وبلي ما كتحترموش. وداك الشيء علاش تصرف داك التصرف اللي ندم عليه وغيخلص عليه سنوات في السجن. بانه سليم ملي غيدخل السجن عاد غادي يوعى بداك الشيء اللي دار، وعاد غادي يعرف بلي راه هو صفاها الفرح. فاكتشفوا انه في وسط من ديك الحاله غادي يبقى متردد باش انه واش يقرا ديك البريه ولا لا. ولكن مع الاسف غادي يقراها، حيت ملي غادي يقراها غادي يعرف بلي داك الابن راه الابن ديالو. وتما فين السيد غادي يبغي يادي راسو باي حاجه. ولكن الناس اللي كاينين تما اللي حاضين المساجين غادي يمنعوه. ومازال غنكتشفوا بانه صافي سليم الاحلام ديالو كامله تدمرات، حيت السيد بصح كان عنده طموح وكان باغي يكون من لي كوافور اللي معروفين في المغرب ويبدا يخدم مع لي زارتيست. ولكن هادشي كامل هذا ما كتابش. فغادي يكتشفوا بانه من بعد حتى من العيالات اللي كانوا كيعرفوا فرح فين ما كيكونوا كيضحكوا كهذا، ولكن واحد الوقيته غير كيفكروا فرح
كيبقاو ديما يبداو يقولوا فرح مسكينه كتشمت الناس، ديما كانت ناكده حتى من الموت ديالها كانت بديك الطريقه. فنشوف بانه العيالات كاملين غادي يديروا الأربعين ديالها، وغادي نشوفوا بانه من بعد كلهم غادي يوليو خايفين على راسهم بزاف، ما يبغيوش يمشيو يتزوجوا بشي حد الا ما كانوش كيعرفوه مزيان. وخصوصا الزواج ماشي شي حاجه ديال اللعب. بحال نعمه كانت ناضت وتزوجات فجاه، علاش؟ على قبل الام ديالها، حيت قالت لها راه داك السيد عنده فلوس هذا وشوف في الاخر عبد الغفور شنو خرج منه. فمازال غنكتشفوا الصداع. اما بالنسبه لزينب فها هي كتعذب وهي بعيده على بدر اليعقوبي، حيت بصح السيده كتبغيه، ولكن الخير فيما اختار الله. هي ما بغياش تاذيه، وداكشي علاش انسحبات بلا ما تقول ليه حتى شي حاجه، وردات ليه اللومه اللي هو باش ما يبقاش يسول بزاف على السيده غبرات وهذا. فمازال غنكتشفوا بانه سعاد راه بدات كترجع الحياه ديالها مع طه كيف ما كانت من قبل، وحسن كاع، حيت بصح بداو كيتفاهموا ولاو كينسجموا مع بعضياتهم. ولات هي كتهتم بيه، كتقابلو، ماشي بحال شحال هادي كانت كتجيب ليه ممرضه. وهنا فينا نشوفوا بانه بصح طه بدات كتحسن الوضعيه ديالو وبدا كيبرا ولا بخير. فهنا في هاد الاثناء هادو غنكتشفوا بانه بدر باغي يتسطى، كيقلب على زينب فين ما كانت، حيت بصح هاد المده اللي غبرات عليه فيها كان هو ما مرتاحش، كيحس براسو مضغوط من جوج جوايه. الجهه الاولى الفيديوهات وداكشي ديال سميه، ومن الجهه الثانيه اللي هي زينب، حيت بصح كيبغيها وما قادرش يتخلى عليها ولا يعيش بعيد عليها. فغادي يكتشفوا بانه غادي يمشي للدوار، حيت تما فين تقدر تكون، حيت ملي خرج الاب ديالها من السبيطار ودار العمليه، فهي من تما وهي غابره. فغنكتشف بانه غادي يبدا يمشي عند سعاد، يقول لي عافاك، عيطي ليها راه باغي ندوي معاها. غادي يمشي لعند بوعزه، المهم يحاول يدير جهده كامل، وفي الاخير غادي يتلاقى بها. من بعد ما غادي يتلاقى بها غادي نشوفوا بانه غادي يجيها من الاخر، يقول لها انت مخبيه عليا شي حاجه، عارفه شي حاجه داكشي علاش صبرتي، حيت انا زينب انت ما بقيتيش شي وحده اللي مجهوله في حياتي، راه كنعرفك مزيان وبلا ما تهضري كنفهمك شنو باغيه. فانا يا زينب غادي تقول لي شوف ولد الناس، انا ما بغيتش نخرج لك على حياتك ومستقبلك، داكشي علاش خرجت من هذه العلاقه. يقول لها كيفاش غادي تاذيني، فهميني، راه مازال ما فهمتش مزيان. غادي تشرح ليه وغادي تقول ليه بلي راه سميه هي السبب، وهي اللي جات لعندها وهددتها باش انها تنشر الفيديوهات الا بقات معاك، داكشي علاش انا بعدت من حياتك باش انت تعيش بخير. فمازال غنشوفوا بانه بدر غادي يدور 100 حساب وحساب في راسو، وفي الاخير غادي يمشي يتواجه مع سميه وغيهددها، يقول لها انا ما على باليش بالحبس ولا هادي ماشي مشكل ندوزو، ولكن انت نتهنى منك، حيت بصح انت هي اللي دايره الفعله ديال بصح، حيت انت راه دايره جريمه الكترونيه كيعاقب عليها القانون وكتهدديني. اما ديك السيده وانا وياها راه مازال نقدروا نتعتقوا، علاش؟ حيت بصح هي راه خيانه زوجيه، ولكن يقدر يتنازل ليها راجلها وحتى انا نخرج منها ساهله. يقول لها ما كتعرفيش انت بدر اليعقوبي شكون هو. فهنا يبدا كيدوخها، وهو كان كيف ما كنعرفوا بانه انسان اللي مغرور وتيق في راسو بزاف، داكشي علاش السيده تخلعات على راسها وهي ما قداش على الحبس. فغنكتشفوا بانه غادي تنسحب من هذه العلاقه هذه، ولكن تبقى مراقبهم من البعيد، وكتظن على انها اون فوا غادي تجيها شي فرصه باش انها تاديهم بجوج ما غتزقلهمش. هادو من اهم الاحداث اللي غادي نشوفهم في هذه الحلقه هذه. عافاكم اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين. تابعونا عندنا، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.